يدخل اليوم اتحاد قطاع سيارة الأجرة وأرباب نقل البضائع إضرابا مفتوحا ردا على الزيادة في أسعار المحروقات وعدم إقصاء المهنيين المشتغلين في نقل البضائع والمسافرين من الدعم الذي وعدت به الحكومة في وقت سابق وغيرها من المطالب. وقد شهدت العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء مجموعة من الوقفات الاحتجاجية لمجموعة من الهيئات النقابية رافعة شعارات تختلف في حدتها بين المطالبة برحيل الحكومة وبين السخط والتذمر من غلاء المعيشة. ولمعرفة أسباب هذا الإضراب كاميرا شوف تي في استقت لكم مطالب المضربين. احنا كنقولوا لهذه الحكومه من هذا المنبر، كنقولوا لها واش انتم كاينين ولا ما كاينينش، لانه الطاكسي واحد العيشه عايش فيها ماشي غير الطاكسي، يعني تقريبا المواطن ديال قطاع النقل كله عايش واحد العيشه مزريه. وملي كنقول لكم مع مسؤول ما كنلقاوش المسؤول ما كاينش في هذا الميدان نهائيا، لانه هو وزير الداخليه 20 يوم هذه درنا ليه وقفه في وزاره الداخليه، وقفه فيها تقريبا نص نهار وحنا واقفين وقفه احتجاجيه. ديك الوقفه الاحتجاجيه نعم سيدي اللي درنا ما عيطش لينا ولا تحاور معنا ولا قال لنا شكون نتوما. حنا كنقولوا ليه سيدي هذا الكريم اللي دابا الشهر اللي فات تعطات ما يزيد على 160 كريمه في الدار البيضاء، لمن تعطات الناس موالين السيوفان، الناس اللي داك الناس اللي ما كيسواوش وخلاو المهنيين. خلينا نعرفوا في هذه البلاد واش هذه البلاد كاين القانون وكاين الحق ولا ما كاين لا حق لا قانون. بغينا نعرفوا هاد المسؤولين الا ما قادينش على المسؤوليه ويطلقوا اللاعبين مواليه يخليوا الناس اخرين يشتغلوا. ماشي المسؤول كيشد في الاجره ديالو 4 مليون 5 مليون شهريه، انا ما كنوصلش 150 الف فرانك، كيف يعقل شحال غنشري زيت والسكر غياخذوا بالثمن ديالي انا؟ خاص نديروا معنا شي حل هاد الناس اللي كياخذوا بوكو فلوس. كيقول لك البلاد ما عندهاش، البرلمانيين كياخذوا بوكو فلوس كيقول لك البلاد ما عندهاش، نخرجوا من الاجره ديالكم. ما تزفوش علينا، حنا ناس ضعفاء ما عندنا لا سي اس اس، ما عندنا لا سيمير، ما عندنا تغطيه صحيه، ما عندنا حتى حاجه، كنعيشوا حاله مزريه حنا ولادنا. اللهم ينادوا منكر. من هذا المنبر كنطلب من جلاله الملك الله ينصرو، الله يزيد مدده باش يشوف من هذا القطاع ويشوف من هاد الناس ديال النقل. كيقول لك الكسيد بيان سير ما يكونوا الكسيد، لانه الكسيد كيحثوا علينا باش نديروهم، لانه ما كنوصلوش العيش ديال الاولاد. كتبدا تجري اليوم صورتي 1000 خصك تبدا تصور 2000. علاش؟ باش تسيطر على العيش ديال الاولاد. هذا هو الحل، خصهم يشوفوا معنا الناس المسؤولين هذا الحل. ماشي جنود ديال الخفاء في اي وزاره كيبركوا يخطوا اي مشروع ويبرك معايا انا مول الميدان، ويبرك مع الناس ديال الاطباء، الناس ديال الميدان، ويبرك مع الخبازه، الناس ديال الميدان. ماشي كيخطوا لينا ويعطيونا ويفرضوا علينا شي حاجه ما كايناش. والسلام عليكم ورحمه الله. انا كنستنكر هاد الزياده، لا ما والو، هاد الزياده ما عندها حتى شيء. اليوم السائق راه مهضوم من جميع الحقوق ديالو. السائق لا شيء ديال سيارات الأجرة راه ما عنده حتى شي امتيازات. وما تبقاش تكذب علينا الحكومه وكيقولوا لنا كل وقت كيجيبوا لنا ورقه كنديروها تحت المخده، لا استفاده لا والو. ما عندناش مسائل ديال الكريدي، بغينا نقروا وليداتنا، ما عندناش لاكيس، ما عندنا حتى شي امتيازات في سيارات الأجرة. احنا كنسوقوا النهار اللي مول الطوموبيل تو كيقلع علينا الطوموبيل كنصبحوا جالسين كنموتوا بالجوع. حنا واقفين تيستجبوا معنا، لا بغى يستجبوا معنا وما بغى يستجبوا معنا، حنا واقفين تيبان الحق. مول الكريمه كيطلب 12 مليون، حنا السيد هو سموت الحكومه كيقول لنا راه ما بقاتش حلاوه. رئيس حكومه اليوم كنشوفوا الكريمه لحقات 18 مليون. اليوم كنشوفوا الكريمه لحقات 18 مليون و50,000 ريال كرا. واش هاد الناس هادو فين غادي؟ والزياده ديال المازوت راه لا اله الا الله محمد رسول الله. المواطن العادي هو الأكثر تضررا من هذا الإضراب، حيث لوحظ عدم توفق الكثيرين في الوصول إلى مقر عملهم، كما استعصى على البعض السفر وقضاء مختلف حاجياتهم. فما رأي المواطن في هذا الإضراب الذي شل إلى حد ما حركة السير العادية؟ جيت باش ناخذ طاكسي باش نمشي لابونك ديالي في بوسيجور، مي انت كتشوف 4 ساعات وحنا كنتسناو في طاكسي، ما كاين زعما لا طاكسيات بيضين لا حمله بتي طاكسي لا طوبيس. على حساب قال لك اليوم ما كاينش شي اضراب ولا هذا، مي اش انا بالنسبه لي انا معاهم من واحد الجانب. واحد الكوتي اخر عاوتاني المواطن خصو باش يمشي يقضي المواصلات ديالو قاد شغالات وداكشي، باسكو هادشي كتشوف هاد الزياده في الاسعار من نهار الحكومه جات جديده ودو فوا كتزاد الاسعار ديال البيترول داكشي تا هما خصهم يعوضهم، فهمت؟ دابا الطاكسي زاد ثاني يزيد 10 ريال ولا يزيد درهم ولا يزيد درهم ونص، راه بزاف عليه، فهمتي؟
لذا خصهم، انا من بالنسبه لي انا ولد الشعب، يعطيهم حقوقهم ولا يديروا لهم شي مويه باش يريكيبيريو لهم داكشي كيضيعوا. وحنا راه البلاد راه بزاف الزياده ديال الاسعار، لا اله الا الله محمد رسول الله. الصراحه دابا جاش طاكسي راه غادي تاخذ، تقدر تزيد ثاني، تزيد واحد 100 متر خليها رجليك على الله حاجه، تفوت شي فروج ثاني وتوقف. اما جاش غادي ترجع في حالاتك، اش غادي دير؟ صراحه من حقهم الدوله اللي ديما اش غادي نقول لك، انا نجي معاهم حيت راه حتى هما من خلال الزياده راه لا اله الا الله وصافي. إذا لم تستجب الحكومة لمطالب هذه الشريحة من المجتمع فهم يعيدون بتمديدها مدة الإضراب إلى أن تتحقق مطالبهم. وفي ظل تعنت هذا الطرف أو ذاك تبقى الساعات المقبلة وحدها كفيلة بجرد تبعات هذا الإضراب، والذي سينعكس حتما على المواطن وعلى مجموعة من القطاعات الحيوية. زيادة غير شرعية دستوريا، لأننا حاليا نحن في أقلية، لأن العدالة والتنمية هي أقلية، لأن من يخرج الحزب الثاني ما بقاش النصاب ككل وتصابت زيادة على المواطن. لذا كنطلبوا من بن كيران باش هاد الزيادة وهاد التشكيلة ديال الزيادة وهاد صحابو ديال الزيادة وهاد حكومة الزيادة ترحل علينا من هنايا، وتخلي الناس اللي كيعيشوا مع المواطن وكيعرفوا المواطن وما كيسلخوش الجلد ديالهم، لأن البارح كنقترحوا عليهم اليوم كيكونوا بزيادة وزيادات أخرى. من المطالب ديالنا اللي تنسفات وتبعت لنا هي المحطة ديالنا الطرقية ديال النقل، لأن كانت عطاتنا وخدناها بينما دازت العمران هذه واحد 7 شهور. هذه حتى هي من الجمل اللي مشات. الغازوال بروفيسيونير الان كيقول لك باش تاخذ واحد الورقه وتريكيبيري. واش بن كيران وفى بعاد ديالو مع الارامل اللي قال لهم غنعطيكم 100 باش غادي يوفى معنا حنايا؟ هذه غير تلاعبات وتنصلات وزياده في المسائل. نحن كاتحاد علينا باش تكون واحد اللجنه حواريه وطنيه مع جميع الهيئات، وحطيناها. اللي استجبوا لنا راه الناس خدت مبادره، الناس اللي ما استجباتش وعندهم مسائل ديالهم وما احرار في هذه المسائل ديالهم. حنا ما كنكلفوا حتى شي واحد باش يتبعنا، وانما عندنا مطالب ديالنا الشرعي ومسائل. الى ان حاليا اللي غادي ناخذوا واحد البادره كامله، غادي البيرميات ولي زاسيرونس والمسائل غنمشيو غنعطيوهم بن كيران ويمشي هو يخدم المسائل ديالو. ما يروج في الاعلام على ان الحزب الوحيد اللي خدا هذه المبادره هنا كيأكد بان اولا ما كاينش انسجام ديال الحكومه. هذا شيء كيخوفنا، اصبح كيخوفنا اكثر. ثانيا كنا كننتظروا بان تسويه الحكومه الحاليه والتنصيب ديالها عاد يمكن لنا، حنا كنتفاجئوا كاين حوار على اساس يكون واحد الانسجام ديال الحكومه جديده، كنتفاجئوا بزياده في المحروقات. وكذلك كنقولوا هنا ربما المغاربه راهم وعاو، حتى الحكومه خاصها توعى بالمسؤوليه، لان المغرب مازال ما وصلش لهذا الشيء اللي كيتكلموا ديال المقايسات. حنا مازال ما وصلناش لهذا الوضع هذا. حنا اولا وبالخصوص قطاع النقل كيعرف ريع، والريع خطير. اولا الحكومه خاصها تمشي في المسار ديالها اللي عليه جات ضوء انتخابات تشريعيه، وهو محاربه الفساد ومحاربه الريع. وهذاك الساعه يمكن لنا نتكلموا في الكيفيه والاليات. ثانيا كيفاش يمكن لهذا السيد رئيس الحكومه ياخذ مبادره ديالو وحده، وهذا اللي كيزيد يحقن المهنيين، وهو انه كيقول لك هو اللي كيتحكم في الشارع، يهبط للشارع ولا يطلع من الشارع. واش حنا ملكا له؟ حنا مهنيين مستقلين، ما عندنا علاقه لا به ولا بغيره. لهذا كنأكدوا اننا راه حنا ما غنتراجعوش على الموقف ديالنا، وان هذه بادره الاحتجاج، هذه مبادره. اما الاضراب الوطني ربما غيتخاد من غدا بناء على الجمع العام اللي غادي يكون غدا، عاد غيدخل الاضراب الوطني الحقيقي واللي غيستمر حتى تراجع الحكومه على القرار ديالها اللي خدته. الهيئات اللي داخله في الهيئات حاليا انا كنشوف جميع الهيئات كتنتد في نفس الموقف، اللهم الا الاستراتيجيه، كل هيئه مدخله باستراتيجيه ديالها، ولكن الجميع كيصب في نفس التوجه. انا ما كاينش مشكل لا اللي واخد بادره الاحتجاج ولا اللي داعي للاضراب، فالهدف واحد وهو تراجع الحكومه عن الموقف ديالها ديال الزياده ديال المحروقات.